السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو تاع اليوم درس اليوم راح نوريكم ليماج شارجي كما كنتو تشوفوا في بداية الصورة. وريت لكم الفوطو قبل كيفاش كان. قصيتها لها كوب كيلي وغسلتها لها ودرت لها بروشينغ. هنا راح نبلاصي لها البوني، على الشعر مغسول. كديري لها بروشينغ ما راحش يغبنها هي الزبونه ما تنضرش كي تبقي تجبدي لها في الشعر. او مام طون انت ما تنغبنيش في سحب الشعر، ينجبد لك بالخف من البوني. راح نبدا نجبد خصلات موايه ما يشبه حابتها شارجي بزاف. طبعا كل زبونه ونخدم لها كيما تبغي هي، ماشي كيما نبغي انا. اللي تبغي لي شارجي نخدم لها شارجي، واللي تبغي مغايه نخدم لها مغايه، واللي تبغي خفيف تاني نخدم لها خفيف. هنا كيما راكم تشوفون نجبدوا شحطات خفاف، ماهمش غلاط بزاف وماهمش رقاق بزاف. راكم تشوفوا راهي نجبد بسهوله باسكو راني درت لها بروشينغ. البنات نقول لكم ونعاود الاسئله راكم تطرحوهم عليا في لي كومونتير، راني مجاوب عليهم في الفيديو اللي تتفرجوا له. الفيديو اللي نطلقه لازم تتفرجوا له من الاول للتالي باش تفهموا، ما تتفرجوش البدايه تاع الفيديو والنهايه ومن بعد تبقوا تطرحوا عليا في الاسئله. راهم موجودين داخل الفيديو، اي معلومه تحوسي عليها او اي سؤال تلقي في وسط الفيديو. لهذا ننصح اللي حابه تتعلم ولا حابه كش معلومه تتفرج الفيديو من الاول للاخر. كانت احدى المشتركات او بعض المشتركات طلبوا مني نوريهم التونر. راح نوريه لكم ان شاء الله، نحط لكم الصوره تاعها في اخر هذا الفيديو. التونر اللي كنت استعملته في الفيديو اللي نزلته من يومين. راح نحط لكم القاروره تاعها في نهايه هذا الفيديو. كما راكم تشوفون نسحبوا كاع الشعر، نسحبوا كاع التقابيل اللي في البوني. الزبونه هذه كانت دايره ليماج، عندها عام، ديرتها رمضان تاع العام اللي فات وهبطت لها، وكي قصيت لها شتو تقريبا الشعر رجع كحل. باقي غير شويه تاع ليماج من تحت. يعني ليماج هذه على شعر ناتوريل، هي شعرها نوار كوربو، يعني مش سهل باش يخرج لي البلاتين. كما راكم تشوفوا راني نجبد كاع في التقابل، ما رانيش مكبره الخصلات باسكو ماشي حابه شارجي بزاف. كانت احدى المشتركات قالت لي نورمال مود ديكاباج ما يتوشيش الفروه تاع الراس ب5 سنتيم. نقولها ايه، ما رانيش متوشيه الفروه تاع الراس. في الفيديو ما تكلمتش على هذه المعلومه، على نقولها شكرا للملاحظه. وما رانيش متوشيه، نسيت باش نقول لكم هذه المعلومه. ما رانيش متوشيه ب5 سنتيم الفروه تاع الراس. دائما كي ديكابي الشعر ما تكونيش ببلاصيه البوني، دائما تخلي
بضع سنتيمترات. هنا راح نخلط البرودوي قدامكم. الفيديو اللي فات تاني كنت قلت لكم باللي عيني هي ميزاني. انا عندي في الدومين هذا عندي مدة 16 عام تقريبا اني نخدم في هذا الدومين. علاش قلت لكم عيني هي ميزاني؟ باسكو نعرف العبر بلا ما نكيل. بصح دائما اللي تكون عاد مبتدئه لازم تكيل باش تعرف. عندك كيلة بودرة زرقاء، كيلتين لوكسيدو، هذه دائما. مي انا ما نكيلش اللوكسيدو باسكو عيني هي ميزاني، نعرف القوام تاع الخليط اللي غادي نستعمله. عندي خبرة في هذا الميدان، يعني ما تعلمتش يامس باش نكيل. بصح لي مبتدئات لازم يكيلوا، ومع الوقت خلاص راح تولي كيما يقولوا عينك هي ميزانك، ما تولي ما تستعمليش العبر. كما راكم تشوفوا هنا نابليكي فيها على الشعر. دائما نبدو من التحت، نقسموه خصلات رقاق ونابليكو عليه. ولازم قبل ما تابليكي لازم تمشطيه، ترجعيه كاع الرول باش يخرج لك من لاغاسين. الا ما مشطيهش غادي من بعد كي تقلعي البوني غادي كانك راكي دايره ليماج في شهرين ولا 3، تبقى بعيده على لاغاسين ب5 أو 10 سنتيم. يعني ليماج تاعك تبان كي دايرتها قديمه، ما تبانش جديده، تبان هابطه. على هذا لازم تمشطيه بلا بغوص. كما راكم تشوفوا راني نقسم خصلات رقاق ونابليكي على الشعر. يعني مسرعه الفيديو شويه باش ما يجيكمش طويل بزاف. اي استفسار او اي معلومه تحبوا تعرفوها خلوا لي في لي كومونتير، بشرط المعلومه ما نكونش حاطتها في الفيديو. الحاجه اللي نكون هادره عليها في الفيديو ما غاديش نكررها في لي كومونتير، ما غاديش نجاوبكم عليها او نعاود ندير لكم عليها فيديو واحد اخر. هنا غادي بعد ما نغسلها غادي نديرها غونساج. غادي نخلط قدامكم هنا لوريات نيميرو 25. انا كانت عندي نص علبه كما راكم تشوفوا، باسكو شعرها قصير ما يستحقش باه نستعمل علبه كامله. كما راكم تشوفوا حليتها بالمقص باش نهود كاع الكريمه اللي لداخل. وراح ندير نقطه من لوريات 38 مصحح الازرق. المصحح الازرق هذا كيطفي لي الالوان المزعجه كما راكم تشوفوا، كما حبه الحمص. هنا راح يطفي لي ديك السفوريه اللي تبقى في ليماش. نخلط لا كولير قبل، ندير شويه برك من لوكسيدو ونخلط قبل، من بعد عاد كما راكم تشوفوا ها ولا مصحح الازرق 28. نديرو شويه من كريمه مؤكسده عيار فوليم 30. نديرو غير شويه كما راكم تشوفوا قل من البوشون او مكيال. نخلطو مليح من بعد نزيدو شويه شامبو لازم يكون لونه ابيض او يكون ترونسبارو شفاف. انا درت لكم شامبو رخيص يعني في متناول الجميع. الشامبو هذا يدير 15 ميل. هنا كما راكم تشوفوا بعد 45 دقيقه بعد ما سخنته، شوفوا كيفاش خرجت لي لا كولير. درك خلاص نغسله
شوفوا خرجت لي درجة السحب 8. نسيباري شعر هنا ونديروا لها لاكولا اللي كنت خلطتها او الغانساج اللي كنت خلطته. كاين اللي يديروا فيه الماء، الا كان درتي فيه الماء لازم تحطي لها راسها في لافابو باسكو الماء شويه يجريه. الا كان درتي 2 معالق ماء تحطي لها راسها في لافابو وتخلطي تفرغي لها ديريكت وتخلطي بيديك، ما تخدميش بالبانسو كيما راني ندير انا ما درتش الماء هنا باش ما حبيت نخلي شويه يقعد في الشعر، ما نغسلش تمتم باسكو درجه السحب عندي راهي 8 ما راهيش 9. كي تكون درجه السحب 9 ديري لها راسها في لافابو ديريكت وتزيدي ديري فيه ملعقتين ماء في هذا الخليط اللي كنت درته، تخلطي وتفرغي لها فوق راسها وتخلطي كامل بيديك، تخلطي تبقي تحكي في شعر 10 دقائق وتغسلي لها. بصح هنا انا كي ما درتش الماء غادي نخليها 20 دقيقه. كما راكم تشوفون ابليكي كاع للشعر، لازم كاع الشعر يدي حقه، تفيري فيه ما تخليش بلاصه تبقى ناشفه او ما توصلهاش صبيغه. كما راكم تشوفوا راني ابليكي ونخلط في الشعر، لازم كاع الشعر توصله الصبيغه. تشوفوا فيا كيفاش راني نخدم، ولازم تحكي بيدك باش يدخل داخل في الشعر. هنا بعد ما مرت 20 دقيقة غسلتها لها، راني نديرلها في السيلفر او المصحح الازرق. حتى هو لازم تقسمي الشعر بشويه تسيباري ومن بعد تابليكي عليه بيدك. هنا نحكو بيدينا مش ما يسحقش بانسو باسكو ماش مضر بالبشره، ماشي كيما لي برودوي شيمي. كيما راكم تشوفون ابليكي ونحك بيدي ندخله مليح في الشعر. سيلفر هذا يرجع لنا الشعر يبرق ويطفي هذيك السفوريه اللي تكون في الشعر. هنا الزبونه مش حابته بلاتين، حابه لي ماش نورمال دوغي. كما راكم تشوفوا هنا وصلت للجهه الاماميه. البنات ديروا لي ليجام، راكم تتفرجوا لي فيديو مي ما راكمش ديروا لي ليجام، واي معلومه تحبوا تعرفوها خلوا لي في لي كومونتير. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وصحه فطوركم والى اللقاء. نخليكم تشوفوا النتيجه كيفاش خرجت بعد ما ندير لها بروشين.